السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله هنراجع المفهوم الثالث، التغيرات في الشبكات الغذائية، علوم الصف الخامس الابتدائي الترم الأول، من الوحدة الأولى العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية. هنراجع مع بعض يا سنة 5 المفهوم الثالث، التغيرات في الشبكات الغذائية. طبعا احنا اتفقنا إن التغيرات في الشبكات الغذائية بيعمل انهيار للشبكة وبيعمل اختلال للنظام البيئي، زي الجفاف وسقوط الأمطار، أو زيادة نوع من الكائنات أو نقص نوع من الكائنات الحية. ده يؤدي إلى اختفاء الموارد وتدمير الشبكة الغذائية. أول سؤال: ماذا يحدث عند حدوث جفاف ومات كل العشب؟ تموت الكائنات المستهلكة جوعا، الكائنات المستهلكة اللي هو الإنسان والحيوانات اللي بتاكل العشب، وتنهار الشبكة الغذائية ويختل النظام البيئي. ماذا يحدث عند سقوط أمطار غزيرة في الصحراء؟ يتسبب في حدوث فيضانات طبعا ويختل النظام البيئي. لكن أمطار خفيفة يتحسن النظام البيئي. ماذا يحدث عند زيادة الكائنات المفترسة؟ زيادة وقلة. زيادة الكائنات المفترسة تقل الفرائس طبعا، وده هيعمل اختلال مما يؤدي إلى أو يختل النظام البيئي. تبدأ السلسلة الغذائية في الماء بالطحالب. برامج المحافظة على جزيرة بالاو من التلوث: إقامة محميات طبيعية ومنع الصيد الجائر والإدارة الجيدة للأنشطة البرية للحفاظ على جودة المياه وعدم تلوثها. أنشطة بشرية تدمر البيئة: تلويث المياه والصيد الجائر وإدخال الأنواع المجتاحة التي لم تكن موجودة من قبل. ما المقصود بمجموعات الكائنات الحية؟ مجموعات أفراد، هي عبارة عن أفراد من الكائنات الحية من نفس النوع ويعيش في منطقة معينة. أمثلة للتغيرات المناخية طبعا اللي بتدمر البيئة: ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة، كثرة وندرة المياه، والظروف المناخية القاسية. تبني الطيور البحرية أعشاشها على أو فوق قمم المنحدرات الجبلية. تتغذى الطيور البحرية على الأسماك الصغيرة. الأسماك الصغيرة بتتغذى على الكائنات الدقيقة، والكائنات الدقيقة كائنات منتجة، وعلشان بتعيش في مياه باردة. أسباب فقدان الموطن: إقامة المباني وإنشاء الطرق، الصيد الجائر، وإلقاء النفايات في الماء. يعتبر فقدان الموطن أحد أسباب الانقراض. أهمية الشعب المرجانية: بتعتبر موطن للعديد من الكائنات الحية
ومصدر غذاء ومصدر هام للسياحة. ظاهرة ابيضاد الشعب المرجانية هو تحول لون الشعب المرجانية للون الأبيض نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. الجسيمات البلاستيكية قطع صغيرة، قلنا جسيمات يعني قطع صغيرة، بتنتج من تكسير المنتجات البلاستيكية بواسطة أشعة الشمس. طرق تقليل التلوث البلاستيكي: إعادة التدوير، وعدم إلقاء البلاستيك في الماء، وتقليل استخدام البلاستيك. إصلاح الموطن الطبيعي يقصد به إصلاح يعني استعادة اليابسة والماء إلى ما كانوا عليه قبل الضرر، إلى ما كانوا عليه قبل الضرر. طرق لإصلاح الموطن: استعادة المواطن الطبيعية، إعادة مصادر الماء والهواء، واسترداد المساحات الطبيعية والمأوى طبعا للكائنات الحية لكي تتعايش. المشتل هو عبارة عن منطقة في المحيط يتم فيها رعاية الأجزاء الصغيرة من الشعب المرجانية حتى يتم إعادتها لأماكن الشعب المرجانية المتضررة. تلوث يحدث بسبب إلقاء المخلفات البلاستيكية في الماء. التلوث البلاستيكي: صيد عشوائي يهدد حياة الكائنات، الصيد الجائر. اختفاء أو موت نوع من الكائنات الحية، اختفاء أو موت ده تعريف الانقراض.